السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصدقائي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة يعني يوم استثنائي، فيديو من الفيديوهات الاستثنائية في قناتي اللي هي مش هتتكرر تاني، لأن أنا بعمل العزومة ديت على شرف وعلى تكريم ست عظيمة أنا بعتبرها يعني أمي التانية. ست عظيمة جدا، هي خالة تورو اللي انا قلت لكم، هي ديت الوحيدة اللي انا ببوس ايديها في تركيا. اول ست من قرايب تورو ومن عيلة تورو اللي شفتها حتى قبل والدته. يعني اول ما شافتني كان رد فعلها فظيع. خبطنا كده عليها الباب فقال لها اقدم لك شيماء مراتي. ما كانش مصدقه ان تورو يعني ايه هيتجوز وكده وقعدت تبص فيا. طبعا يعني انتوا عارفين كان لبسي برضو مختلف، كان شكلي برضو مختلف، مش عارفة اتعامل معاها، مش عارفة اتكلم معاها. رغم كده حبتني والله، وانا حبيتها من قلبي. حسيت ليا يعني ايه، هي الوحيدة فعلا حبتني من قلبها، اللي هي ما ضرتنيش، يعني حسستني فعلا ان انا ليا بيت تاني. انتوا عارفين اول الجواز الواحد بيكون في اختلافات طبعا في الطباع والعادات، فما بالك بقى في حد من جنسية تانية. فكان احيانا بتحصل تاتشات كده، فكنت على طول يعني بروح لها. فهي ديت بالنسبة لي امي التانية. فكان لازم بقى افكر كده اعمل لها ايه، اشوف اعملها ايه، حاجات كده سهله بدون بهارات، لان هي مش متعودين طبعا على البهارات. وكنت خايفه جدا احط لها مثلا ملح زياده، ثوم، بصل، الحاجات دي كنت عماله احسس عليها احط ما احطش. فبس اهم حاجه فرحتها وسعادتها طبعا اللي انا شفتها في الاخر، وكانت مبسوطه جدا يعني اكتر ما انا توقعت. عملت لها التراميسو، وفكره التراميسو ديت جات لي منكم يا فريندز، والله العظيم ما كانش في بالي ان اعمل تراميسو خالص. فجبت طبعا لتر لبن، هعملها لكم باكتر طريقه اقتصاديه ممكن تتخيلوها في حياتكم. لتر لبن او 4 كوبايات لبن 800 ملي، وحطيت عليها 3 معالق نشا ومعلقتين دقيق. وممكن تحطوا كمان تحطوا لو عايزين قوام كمان تقيل، حطوا عليها 5 معالق دقيق، يعني لتر اللبن و5 معالق دقيق. وحطيت عليها صفار بيضة، فتحت البيضة لقيت عليها صفارتين. وبعد كده حطيت عليها كوباية سكر طبعا، وسكر حسب الرغبة، وقعدت اقلب فيها لحد ما القوام يعني كده مسك نفسه. وبعد كده حطيت عليها الفانيليا. بعد الخطوة ديت المفروض اللي احنا بعد ما نحط الفانيليا ننقل الكريمة ديت لطبق تاني. وبقول لكم تاني لان انا وقعت في غلطة غير طبيعية، اللي انا لما جيت حطيت اللبنة حطيتها على الحلة اللي انا عملت فيها المهلبية، فراح قعر الحلة اللي هو متكرمل شوية دخل على الكريمة، بس ما اثرش طبعا لان انا كنت بقلبها باستمرار، بس عمل لون شوية في الكريمة. فانا حبيت اقول لكم كل حاجة. وبعد كده ما كانش عندي برضو القهوة الخاصة بيها اللي بتتحط اللي بيتسقى بيها البسكوت الليدي فينجر، فجبت معلقتين كده كبار قهوة من بتوع التورو العادية جدا جدا. جبت كوبايتين مية كبار، مية سخنة، وحطيت معلقة سكر عليهم. انا هكتب لكم يعني بالتفصيل مقادير التراميسو يا جماعه، لان الوصفه ديت بجد هتدمنوها كده. اسهل وصفه تراميسو ممكن تتخيلوها في حياتكم، والله العظيم بكلمكم بجد. هعملها تاني للعيال لان العيال عجبوهم، والمساعده بتاعت خالة تورو اللي عجبتها، وخالة تورو يعني يا خبر ابيض عجبتها جدا والله. ورحت جبت وديت لهم الصينيه، يعني ما شاء الله عليهم، وخليتها الصينيه عندهم لان انا حسيت فعلا يعني قد ايه حبيتها واتبسطت جدا. فسقيت بسكوت الليدي فينجر في القهوه، وبعد كده حطيته في الصينيه بتاعتنا. حطيت كده اول طبقه، وبعد كده حطيت عليها الطبقه التانية من المهلبيه باللبنه اللي احنا عاملينها. على فكره اللبنه ديت هي اقرب حاجه هتديكي طعم التراميسو بالمكونات اللي هي الحقيقيه بتاعت اللي هي الماسكربوني وبتاعت صفار البيض، مش عارفه كم صفاره بيضه والحاجات دي. بعد ما خلصت الطبقه الاولى حطيت بسكوت تاني، وبعد كده حطيت عليه المهلبيه او الكريمه بتاعتنا من فوق. وبعد كده بقى حطيت عليه اللي هو اللي بيديه الشكل الجميل كده من بره. حطيت كده رشيت عليه كاكاو من فوق، وادانا الشكل التحفه الجميل ده. هي ديت اول وصفه عملتها قبل ما اعمل اي حاجه في الاكل، لان عشان محتاجه ليها تستريح، ممكن محتاجه تستريح يوم، محتاجه تستريح كام ساعه، المهم تستريح. وبعدين عملت لها بقى صينيه بطاطس كده بالفراخ. جبت طبعا بصلايه كده متوسطه، وحطيت عليها الثوم،
وحطيت عليها كده شوية زيت وقعدت كده ادعكها مع بعض علشان تاخد الطعم بتاعها، وعلشان اتجنب زفارة الزفرة يعني بتاعت الفراخ، لان انا ما بحبش اشم ريحة الزفر ابدا في الفراخ في صينية البطاطس. فروحت حطيت زيت وحطيت عليه بقى الفراخ بتاعتنا. انا كان عندي العصايص، مش عارفة دي بيسموها ايه، دبابيس والله. وحطيت عليها بصلة كده لحد ما اتغير اللون بتاع الفراخ بتاعتنا، وحطيت عليها كده ملح وفلفل لحد ما تاخد كده لون. يبقى كده ضمننا ان الفراخ بتاعتنا هتكون مفيش فيها ريحة زفارة ابدا. وبعد كده نقلتها بقى للصينية بتاعتنا بتاعت صينية البطاطس، وحطيت عليها كده بطاطس. كان عن نفسي يكون عندي صينية اكبر من كده والله، بس عشان انا عارفة ان انتوا هتقولوا الصينية يعني ايه صغيرة، بس هي دي الصينية اللي حلتنا وبعدين حطيت عليها كده طماطم بتاعتنا المعصورة، وحطيت معلقة صلصة علشان تديها اللون. وكان عندي شوربة لحمة برضو، حطيت لها كده شوية شوربة لحمة ومية وملح وفلفل. وبعدين عملت لها كباب كفتة، الوصفة الناجحة اللي كل أصدقائي اللي مجربينها أصلا معايا أولادهم وعائلاتهم مش مصدقين لحد دلوقتي إن هي معمولة في البيت. جبت كيلو إلا ربع لحمة مفرومة، بس بشرط لازم تكون بدون دسم نهائي، لحمة كده حمرة كده يعني بدون نسبة أي دسم. وحطيت عليها معلقتين ليا، لازم تكون ليا ديت متجمدة، لازم تكون درجة حرارتها يعني اجمد من درجة حرارة اللحمة نفسها. واللحمة حتى المفرومة لازم تكون برضو طالعة من التلاجة، ده سر من اسرار الكباب يا جماعة. وبعد كده حطيت عليها بصلاية مبشورة بميتها وفصين توم كده وملح وفلفل، وحطيتها في الكبة لحد ما تطلع عرق. مش لازم يعني مش اللي انتوا تقعدوا تدعكوا فيها كفاية في كبة وتفرموها في الكبة لحد ما تبقى يعني كفتة رز. لا، احنا عايزينها اللحمة كده تبان فيها وتبان كده يعني التضاريس بتاعت اللحمة المفرومة، واخدين بالكم؟ فانا قلت بقى يعني لا اعملها بقى المره ديت في الكبه. اكتشفت ان انا لما انا عملتها في ايدي حوالي 10 او 5 دقايق قبل كده طلعت من احسن كمان من الكبه. والبقدونس اللي انا هحطه ما حطيتوش في الكبه لان هو بيدي لون وهيتغير طعم اللون بتاع الكباب بتاع الكفته بتاعتنا. وحطيت بياض بيضة، وده سر برضو من أسرار الكفتة علشان تطلع يعني هشة كده وجميلة. هنا في تركيا بيحطوا بياض صفار بيضة، لكن أنا بقول لكم حطوا بياض بيضة وحطوا معلقتين نشا. النشا ديت هي اللي هتديها القوام بتاعها الجميل وما تخليهاش تتحرق بسرعة، فتستوي الواحدة معاكي وما تبقاش نية من جوه وتبقى طرية. وحطيت عليها برضو معلقة او معلقتين بهارات. قلت بقى عشان بهارات كفتة، قلت بقى يلا مش مشكلة مش هيأثر، عشان خاطر برضو يتدي الطعم الكويس. زي ما انتوا شايفين كده يا اصدقائي، احنا هنفرم اللحمة لحد ما تطلع عرق. ويستحسن زي ما قلت لكم كده نعملها على ايدينا علشان نضمن ان اللحمه يعني اللحمه المفرومه ما تتهريش وتطلع شكلها زي الكباب الكفته اللي بتشوفوه كده بره عند الحاتي. جبت طبعا ميه بصل من البصل اللي هو اللي احنا عملناه الاول بشرناه. خدت كده معلقتين ميه بصل وحطيت عليها معلقه صلصه طماطم وملح وفلفل كده بساط خالص، ومعلقه صغيره كده زيت. وصبعت بقى ايه الكفته بتاعتنا. خلاص بعد ما خلصت بقى ايه تصبيع الكفته بالشكل ده، هحطها كده في التلاجة كام ساعه تمسك نفسها لحد بالليل ان شاء الله. اخر وصفه بقى عملت لها شوربه الفراخ. جبت صدر فرخه وبعد كده سلقته في بصلايه صغيره عشان خاطر ما يبقاش ليها ريحه. وبعد كده بعد ما استوت رحت فتفت صدور الفراخ وجبت يعني بصلايه كده متوسطه وبشرت عليها جزرايه. الجزر ده بيخفي طعم وريحه الفراخ تماما. هنحط معلقتين ل3 معالق برضو دقيق لحد ما ريحه الدقيق كده تطلع شويه. وحطيت عليها بقى ايه زودتها بشوربة الصدر اللي احنا سلقناها فيه وشوية مية كده بساط لحد يعني على حسب الرغبة اللي انت شايفاه. يعني الدقيق والحاجات ديت حاجات تقريبية على حسب الكمية برضو. وبعدين بقى حطيت عليها الصدر الفراخ بتاعنا اللي احنا يعني عملناه.
على فكرة أصدقائي في ناس بتعمل شوربة الفراخ من غير فراخ، يعني بتاخد الشوربة يكون عندها شوربة فراخ وبتعملها كده بنفس الطريقة بدون قطع فراخ ولا أي حاجة، وبتطلع برضو شوربة فراخ بس بحط بقى عليها كريمة وبنفس المقادير ديت وبتطلع حلوة برضو. بس أنا حبيت تتعمل زي طريقة الأتراك ما بيعملوها كده بالظبط. بصوا الشوربة كده بتاعتنا خلصت والقوام بتاعها ممتاز. القوام بتاعها يعني ايه، مكرمل كده، مكرمل يعني مش خفيف ومش تقيل، واخدين بالكم. احيانا ما بحطش الكريمه بتاعه الطبخ كلها مره واحده، انتوا عارفينها بتكون غاليه، فاحيانا بشيل شويه للظروف ديت في الفريزر. فحطيت نص علبه كريمه بعد ما استوت وبعد ما قفلت عليها، لان احنا هنسخنها تاني اول ما تيجي تتعمل. فاحنا لو حطينا الكريمه وخليناها تغلي 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 بالشوربه مش هتحسي بطعم الكريمه اصلا. بعد ما خلصت كان اصعب حاجه اللي هي نقل الحلل طبعا والصواني ديت اللي هي سخنه لبيتها، فنقلناهم بقى من السلم للاسانسير للعربيه لبيتها. والمساعده بتاعتها اسمها الوداع على فكره، عجبها الاكل جدا. وبرضو عزمت بنتها، قالوا لي صوري ما فيش مشكله واحنا قاعدين وصور السفره. رحت انا حسست كده كام ثواني على التصوير بس عشان خاطر اقول لكم اللي انا فعلا عمل العزومه ديت علشان خاطر خالد طول. بس انا قلت لا، انا رايحه كانسانه مش رايحه كيوتيوبر او فاكتفيت، بس اللي انا الفيديو ده يكون مخصص على طريقه عمل الحاجات اللي انا عملتها لها في العزومه. وبعد ما خلصت العزومه طبعا غسلت المواعين عشان خاطر ما حملهاش هي او المساعده بتاعتها طبعا، وخليت بقيه الاكل الحمد لله الاكل بقى خليته برضو عندها. فرحت جدا وقعدت تدعيلي. فانا اتمنى ان انتوا تدعوا لها يا اصدقائي بطولة العمر، هي تستحق كل دعواتكم. وفي نهاية الفيديو اتمنى يكون يعني اليوم عجبكم وتطبقوا الوصفات باذن الله، وبالهنا والشفا عليكم وعليها وعلى كل اللي يجرب باذن الله اصدقائي.